السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا حبايبي بقى، انا كنت مسحه الشقه وكنت قايله لكم بس فاضل ايه؟ افرش المطبخ يعني، واعمل لكم جوله كده في الشقه بعد الفرش. الحمد لله اخيرا جبت القماش اللي كنت قايله لكم جايباه. لا، ما كنتش موريه لكم. لما وريتكم المشتروات كان هو عند الخياطه. جبت قماش هتشوفوه دلوقتي كده وانا بركبه، عشان اعمل ستاره للمطبخ واكياس للكوشنز ورنر كده، وهتشوفوا يعني عملت بيه ايه. كان هو ده بقى اللي معطلني، فانا الحمد لله عملته يعني. فصلتهم زي ما كنت عايزه. وهفرش بقى ايه معاكم المطبخ النهارده، واعمل لكم ايه جوله كده في الشقه. انا الجوله دي كنت عاملاها من ساعه ما مسحت هي الشقه. السجاده اللي كنت فرشاها عند القعده العربي دي اتبهدلت وغيرتها، يعني حطيت سجاده غيرها ومسحت يعني كده، وعنت السجاده دي وفرش السجاده غيرها، مصوره فيديو هبقى انزله لكم ان شاء الله. يعني بصي قعدت ايه، أنا مسحه بقى لي 15 يوم. السجاده اتمرمطت كده اكنها مفروشه بقالها يجي 3 4 شهور كده. هي عشان لونها فاتح، لونها بيش فاتح كده خالص، فاتبهدلت بسرعه. قلت بقى ان شاء الله ايه اغسلها كده وابقى عينها للعيد باذن الله. فرشت اللي هي الفر والبني، ويعني قلت دي ايه تستحمل عن التانية فاتحة. بصوا ما بتقعدش، لقيت اتبهدلت قوي، بيبان فيها اي بقع. بصوا بقى يا حبايبي، انا قلت ايه اعمل الرخامة كده كلها قبل الفرش يعني. عملت بقى الرخامة كلها كده، وما كانش فيه مواعين يعني، هما طبقين كده، رحت غسلاهم وغسلت الصفاية بتاعت المواعين بس، والحوض بقى كده عشان ايه افرش كده على نظافة. ان شاء الله على رمضان بقى هعمل تجديدات في المطبخ كده. باذن الله تعجبكم جدا. خلوها بقى ايه مفاجأة كده لما اجي اعملها. ان شاء الله يعني هعمل حاجات كده ان شاء الله تعجبكم. بصوا بقى الزرع ده كنت عايناه كله من ساعة ما كنت ماسحة، كنت غسلاه معاكم، بس طبعا مركون بقاله فترة كبيرة فاتطرب. رجعت كده شطفتهم بس بالمية كده على طول تاني لو في تراب يعني او اي حاجة. هبتدي بقى دلوقتي افرش. بصوا ديت بتاع منظم كده، كنت شارياه بحط فيه الشاي والسكر. مسحته كده وحطيته واحط فيه علبة الشاي والسكر، وفي النص كده زرع، واحدة زرع يعني حطاه. انا كنت شارية حاجات جديدة، الحاجات اللي كنت شارياها وقايله لكم هحطها ازاز الزيت والخل وكستر خشب. وكنت شارية يعني كذا حاجة كده اللي كنت موريها لكم، وكنت على اساس هفرشهم المرة دي، بس قلت لا خلاص يعني. قلت ان شاء الله اعملهم على رمضان كده، يعني بعد ما اعمل التجديد في المطبخ احط بقى ايه الحاجات اللي اشتريتها جديدة دي. خلاص يعني نتهيت كلها كام يوم وشهر رجب يجي، ربنا يعود علينا الايام كلنا بخير يا رب. وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. بصوا مسحت الكوستر الخوص ده والكوستر الخشب واحطهم كده زي ما انتم شايفين. نفس النظام اللي كنت عاملاه قبل ما امسحها. بصراحة حبيت النظام ده قوي. بصوا انا قاعدة بسجل لكم الصوت. بصوا الجو بره تلج، ساقعة جدا، مش عارفة ايه الساعة دي يعني. انا كنت قاعدة قبلها بشوية كان عادي. لقيت مرة واحدة كده الجو ساقع قوي، مش عارفة ليه. قاعدة بصوا مرصرصة كده من السقعة. بجد انا بكره الشتا دي قوي، ما بحبهاش خالص. بحب الصيف جدا، لكن الشتا دي لا، ببقى يعني ما بيكون شتا داخل عليا كده ببقى شايلة همها قوي. بصوا كده خلصت هنا. دلوقتي بقى احط على الماسورة ديت
المنظمين بتوع الزرع دول احطهم كده زي ما كنت حطهم، يعني واحد في الجنب ده والجنب التاني وفيهم الزرع، بيدوا شكل حلو اوي. انا بحب الزرع، الحاجات الخضرا ديت كده. عايزة برضه ابقى اجيب زرعة، يعني حاجة طبيعي كده احطها عند الحوض تحت الشباك كده. بس مش عارفة يعني اجيب ايه يكون مناسب للمطبخ، عشان طبعا في نباتات بتكون عايزة الشمس وكده، وفي نباتات عادي في الظل. فمش عارفة بقى اجيب ايه. نفسي بصراحة اجيب نعناع، بس انا مش عارفة ينفع في المطبخ ولا ايه. يعني بقول هيدي المطبخ ريحة حلوة كده، وكمان يعني لو عوزت اعمل شاي او اي حاجة يكون موجود اخضر كده فريش. بس انا مش عارفة بصراحة ينفع في المطبخ ولا ايه. احنا جنبينا بعدنا بشوية كده زي مشتل كده اللي بيكون فيه الزرع والحاجات دي. قلت يعني ابقى اروح مرة كده اسأل. اهو ده القماش بقى اللي بقولكوا عليه. بص هو كارو كده، لونه مستردة في ابيض. عملت بقى بصوا زي يعني ايه، زي فوطة صغننة كده احطها على الماسورة، وعاملة واحدة تاني للبوتاجاز، وعاملة رانر بقى لترابيزة المطبخ، وعملت ستارة. كل ده بمتر ونص قماش، بس بجد طلع شكلهم حلو قوي. حطيت بقى الفوطة دي في النص كده، او مفرش، اسمه مفرش فوطة اي حاجة. مفرش اللي هو زي المفارش الصغننة بتاعة الفطار دي. هي الستارة اهي، بس للأسف اما بتكون مفردة بيكون شكلها حلو قوي، بس مش بعرف افردها عشان الشفاط. يعني على طول بستخدمه. أنا كنت قافلة كده ما فتحتوش، أنا لسه ما عملتش اكل يعني او حاجة. لكن بعد ما خلصت كده على طول عملت بقى الاكل ده عشان نتغدى، ففتحته. عشان كده بكون لماها على طول. اهو بقى الكوشنات والرنر، ال- الفريزر بقى بصوا كان مليان حاجات. الحلال بتاعة الأكل كانت محطوطة عليه، وشنطة بتاعة العيش، وحلة بتاعة اللبن. فايه كان مليان كده حاجات. بعد ما خلصت كده طبعا الأكل كنت أسخنه هناكل. كنت عاملة يعني أكل قبلها بيوم، كنت عاملة سبانخ وعاملة لحمة، وكان فاضي يعني عندي أكل كتير. عملت بس جنبيهم رز كده واتغدينا. بصوا بقى دلوقتي بركب الستيكر اللي بيتحط ورا البوتاجاز ده. جنني، بصوا جنني عبال ما ركبته، ومش راضي يلزق. اللزق بتاعه مش حلو. انا كان قبليه كنت جايبه اللي لونه ابيض، بصراحه اللزق بتاعه كان حلو عندي، لكن ده بصوا نشف ريقي لحد ما خلصته. قعدت بقى اركبه كده لحد الحمد لله يعني ما يعني لزق برضو مش قوي. وعملته كمان بلزق كده من فوق عشان يثبت، كان عمال يقع كل شويه. ركبته بقى وحطيت اهو المفرش كده على الفرن، على الباب بتاع الفرن. حطيت برضو واحد صغنن كده، وبس كده الحمد لله. كنت اخيرا فرشت المطبخ. يعني انا قبل ما فرشت المطبخ كانت الشقه بره اتبهدلت عايزه تتعامل. انا في فيديو مصوره النهارده وانا بعمل المطبخ كده، عملت زي ما بقول لكم. عندي السجاده اللي بره اللي عند الركنه اللي بنقعد فيها دي، ومسحت الغرفه كده ورحت فرشه سجاده نظيفه. كان في برضو سجادة الصالة برضو مش كانت متبهدلة، وكنت فرشة واحدة بدلها كده في سجادتين. بس بصراحة ما غسلتهمش النهاردة، كان الوقت اتأخر. يعني كان انا عبال ما خلصت المطبخ كده وكلنا كانت الساعة بقت 9:30 بالليل، فما كانش هينفع اغسلهم خالص. انا عينت الاتنين كده في البلكونة، وقلت ان شاء الله يومين كده ولا حاجة اروح غسلهم الاتنين. اصلا هغسلهم وعينهم ان شاء الله للعيد باذن الله، يعني لو كان ليا عمر. فقلت عادي يومين كده اغسلهم كده يكون ايه الصبح بدري. لكن دلوقتي كان الوقت متأخر، وكمان كنت لسه خارجة، فروحت مخلصة فرشت كده على طول، وعملت الرز كده بسرعة واتغدينا يعني وخرجت. ده كده شكل المطبخ بقى النهائي. اتمنى ان هو يكون عاجبكم. يعني الحمد لله يعني حسيت بتغيير بعد ما فرشت المطبخ كده.
كنت متضايقة منه بصراحة، هو مش مفروش، بس الحمد لله يعني النتيجة طلعت حلوة. اتمنى بقى ان يكون عجبكم كده زي ما هو عجبني. بس وده شكله كده النهائي. وهوريكم بقى الجولة اللي كنت مصورها لكم جوه. كنت مصورة كده الغرفتين بعد ما فرشتهم. ها ايه رأيكم بقى؟ متنسوش كده تكتبولي تعليق حلو زيكم، وتعملوا لايك عشان الفيديو كده يعني يترفع وناس كتير تشوف. دي بقى ايه الشقة جوه. آه ديت بقى السجادة اللي بقولكوا شلتها وفرشت، يعني واحدة بدل. هتشوفوا بقى وانا مصوراها، بس مش عارفة هي باينة قوي في الكاميرا ولا ايه. بس بجد يعني كانت متدمرة، يعني اللي يشوفها ما يقولش والله بقى لها 15 يوم. كانت متبهدلة خالص. دي الفيديو ده انا كنت مصوراه في اليوم اللي مسحته وفرشت فيه، بس كنت مستنية لما اخلص المطبخ وايه يعني وانزل لكم كله كده مع بعض. دي بقى الايه الركنة التانية القمر الكيوت. ال ديت الاكياس الكوشنز اللي كنت عاملاها والرنر، بجد طلع شكلهم حلو قوي، ونفس الشكل واللون اللي كنت مختاراه. يعني نفس الصورة اللي كنت بعتها وعايزة زيها عملت لي زيها بصراحة، وطلع شكلهم حلو قوي. كنت قلقانة بصراحة من موضوع الالوان، عشان مختارة الالوان تليق مع الالوان الركنة يعني والستارة وكده. كنت خايفة بقى تطلع الوان يعني مختلفة عنها، بس الحمد لله طلع نفس الالوان بالظبط. انا بصراحة يعني بخاف من الحاجات الاونلاين جدا، بسبب يعني اللي بشوفه كده بتبقى الحاجة غير المعروضة خالص. بس يعني ما اعرفش حد بيعمل مثلا الكوشنات دي وكده، فقلت ايه اجيب وخلاص. بس الحمد لله يعني زي ما قلت لكم طلع نفس الشكل اللي بعته، نفس اللي جالي بالظبط. وبرضو الاباجورة ديت كنت جايباها من على النت، برضو الحمد لله طلع شكلها زي الصورة بالظبط. زي ما انتوا شايفينها كده الشابو بتاعها لونه بيج. جبته يعني عشان يمشي مع الالوان اللي في الاوضه. وال... يعني والجسم المعدن بتاعه نفسه لونه، جبته لونه سيلفر. كان فيه سيلفر وفيه ذهبي، بس انا جبت السيلفر بس. وده كده شكل الغرفه كله النهائي. ايه رايكم بقى؟ اتمنى بقى ان الفيديو كده يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.